بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله الفيديو ده هنشوف في الرفاية لا يخلو منها مطبخ العروسة ومطبخ أي ست مصرية. ويا رب كده الفيديو عجبكم، ما تنسوناش باللايك والشير، واللي أول مرة يدخل على القناة يعملنا اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. طبعا ده كانت المجات بالمعالق بتاعتها. في ناس طبعا بتحب المجات الصيني، وفي ناس تانية بتحب اللي هي المجات اللي بإيدي اللي هي الإزاز. وهنا بقى الكاتل، طبعا في منه ستانلس وفي منه بايركس. وهنا بقى سخن الشاي اللي هو ترمس الشاي، طبعا ده بينفع في العزايم والمناسبات، بينجز مع العروسة ومع اي ست مصرية. وطبعا ده هنا الصفاية اللي هي العصارة، عصارة البرتقال والليمون. وهنا شايلة المعالق والسكاكين، وطبعا دي بتنحط على الرخامة في المطبخ. وهنا بقى حفظ التلاجة. علب الحافظة دي بيبقى منها 3، طبعا دي بتكون أحجام مختلفة وأشكال مختلفة. يعني في منها اللي هي زي دي، وفي منها اللي هو الايه المستطيل اللي زي دي كده، والمربع. وهنا بقى القوالب اللي هي البلاستيك اللي زي دي، طبعا دي بقى بتنفع في الجيلي والحلويات، وبتكون عددها كتير. يعني لو في أطفال كتير كده في مناسبة ولا حاجة، يعني ايه بتنجز مع الست المصرية أو العروسة. وهنا بقى المصافي، في منها بلاستيك وفي منها ستانلس. وهنا الشوك، طبعا العروسة بتجيب شوك زي دي كده دست. طبعا كل الدست بيكون فيها 12، في منها الصغير وفي منها الكبير. وطبعا غير كمان اللي هي بتكون شنطة السكاكين وشنطة المعالق. وهنا بقى الستانلس، في ناس بتجيب اللي هو الكرتونة اللي هي الجاهزة اللي بيكون فيها كل حاجة، وفي ناس بتجيب اللي هو ايه زي ده كده من كل الانواع وكل الاشكال. يعني في اللي هو المربع، وفي منه اللي هو الغويط، وفي منه اللي هو الصغير والكبير، تبع الاحجام اللي العروسة او الست وهي بتشتري بيلزمها في المطبخ وكده. وده طبعا هنا سكرية. وده هنا اطباق غرف. ده هنا كده 2 احجام مختلفة زي كده. طبعا ده في العزومات والمناسبات بيكون حلو قوي وعملي. ولما بيكون في كمان في شغل في البيت او كده، يعني ايه بينجز معانا حب. وده هنا مصافي. ده هنا مصفى هنا احجام طبعا مختلفة في الصغير وفي الكبير. وهنا صواني تقديم اللي هي ستانلس 3 صواني. طبعا لو عروسة بتجهز بتجيب كمان صواني اللي هي الكبيرة اللي هي العشاء. وما تنسوناش بقى باللايك والاشتراك في القناة، وتتابعوني على صفحتي على الفيسبوك مطبخ فتحية فاروق. ولو انت بقى عروسة بتجهزي هتجيبي ايه من الرفايع دي، طبعا معظم العرايس بتجيب كل حاجة من الرفايع دي. ولو انت ست بيت اكتر حاجة هتحتاجها في المطبخ عندك ايه من الحاجات اللي زي دي كده. ده هنا طبعا دستة معالق. وهنا المقوار ده حلو جدا، يعني عن تجربة في اعمال الكوسة، محشي الكوسة. وده هنا الشوك اللي هي الصغيرة. وده هنا الفرشة. وده هنا المصاف اللي هي الستانلس اللي هي الصغيرة اللي هي اليانسون. وده هنا كفر المروحة. وهنا مشابك الغسيل اللي هي البلاستيك وفي منها خشب. وده هنا فرة العجين اللي هي دي. وفي طبعا في تانية فرة عجين تانية، اللي بتبقى كده زي ايه، زي العصاية الطويلة كده. وده علب تخزين. ده هنا مكنة الشيبسي. وده هنا المصفى اللي هو طبعا دي زي اللي بتطلعي بيه البطاطس المحمرة. وده المضرب السيليكون. وده هرسة البطاطس. ده هنا مسكت الطعام. هنا بقى السكاكين. ده هنا سكينة. وهنا بقى مجات بالحمل بتاعها.
وهنا بقى شفشق ازاز بالغطا بتاعه، وهنا بقى اللي هي الباسكات اللي هي الزبالة. طبعا ده كده بتكون في اركان كده الغرف كده في الشقة. ده هنا درج التنظيم اللي هو البلاستيك ده بيكون بتاع التسريحة. وده طقم توزيع ستانلس. طبعا العروسة بتجيب من الستانلس ده وبتجيب من السيليكون، وفي كمان خشب. وده هنا بقى اطباق بلاستيك على شكل كده ورقة شجرة. وده مصفى بلاستيك كده اللي هو للرز، بيكون له مصفى كده من الجنب. وده درق تاني ازاز. وده هنا صينية كده تقديم تسالي. طبعا ده بتنفع في الاعياد والمناسبات، يعني نحط فيها بقى الترمس والسوداني والشوكولاتات والكلام ده. وهنا اطباق بلاستيك ومصافي، طبعا اشكاله مختلفة والوان مختلفة. وهنا بقى العجان. ده طبق بلاستيك كبير شفاف. طبق بلاستيك تاني، طبعا هو احجام مختلفة. وده هنا العجان الستانلس اللي هو الكبير ده. يعني ده حجمه كبير جدا، يعني شوفوا. بس كمان انا بصور من قريب وكده، فكمان الحجم مش واضح قوي كمان. وهنا كمان مصافي بلاستيك. طبعا العرايس بتجيب مصافي كتير واطباق كتير بلاستيك. وده هنا صفية الحوض. هنا كمان دورق، ده بلاستيك ده مش ازاز. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوناش باللايك والشير. ولا اول مره يدخل على القناه يعملنا اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وتتابعوني على صفحتي على الفيسبوك مطبخ فتحية فاروق. وعقبال كده اولادكم يا رب، عقبال كده ما تفرحوا بيهم. وهنا طبعا كان في كنك. طبعا اي مطبخ لا يخلو من الكنك. وطبعا الهون. وده حفظ الطعام. طبعا ده بينفع كمان، يعني لو عايزه تودي اكل مثلا لجوزك او كده في مكان تاني او لاولادك. بينفع في الرحلات طبعا. وهنا مشابك كمان. وده هنا شنطه السوق اللي هي اليدوي.